السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم انا هاد الموضوع ديالنا البوريك اولا الشامبوريك، يعني كل واحد كيفاش كيسميه. انا اليوم غادي نعدلو بالبطاطا، خليكم معايا نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو وشنو كنحتاجوا له. بالنسبه للحشو، يمكن لكم تستعملوا اي حاجه. انا هنايا غادي نعمل بطاطا مسلوقه. يمكن لكم تعملوا الجبن، يمكن لكم تعملوه باي حاجه نتوما كتفضلوها. انا هنا غادي نعمل شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد نص كاس، وغادي نعمل واحد جوج بصلات كبارين مقطعين صغارين، وغادي نخليهم يتشحروا. انا هنايا البطاطا كنت سلقتها من قبل وعفصتها ديك اللي كنعفصوا بها البطاطا. خاصها تكون بحال شكل ديال البطاطا بوري، ماشي بحال البطاطا بوري ولكن تكون معجونه شويه. هنا بعد ما تشحرت لي البصله مزيان غادي نخوي عليها ديك البطاطا. من الاحسن تشحر ديك البصيله مزيان في ديك زيت الزيتون. بالنسبه للعطريه، انا عندي هنا شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الملحه، شويه ديال السودانيه. بالنسبه هنايا لاصوص، انا عندي واحد معلقه ديال لاصوص د مطيشه، واحد معلقه ديال لاصوص د فلفله. بالنسبه للقامه اسمحوا لي، كنعتذر. بالنسبه للعطريه، اللي بغيتو تعملوه عملوه، ما كتختلفش. يعني بغيتو تعملوا الحار، بغيتو تزيدوا شي عطريه نتوما كتفضلوها عملوها، ولكن بهذه الطريقه اللي انا كنعمل لكم كتجي مزيونه بزاف. يعني نفس العطريه اللي انا عملتها. صافي كنخلط كلشي وكنردو فوق بوطه يتشحر ليه مزيان باش تدخل فيه ديك العطريه. انا غادي نشعل عليه بوطه، يعني الراس اللي هو صغير باش تشحر ليه على الخاطر ديالها. كل ما تشحرت كل ما مزيان كتدخل فيها هذيك الاقامه، وفي نفس الوقت ديك البطاطا كتزيد تطلق راسها. صافي بعد هنا ما تشحرت لي مزيان. انا هنايا فقط لان قطعت شويه من الفيديو، انا قطعت المعدنوس بزاف. يعني كل ما قطعت المعدنوس كل ما احسن. غادي نطفي البوطه، عاد عملت المعدنوس وغادي نخلطو وغادي نخليه. يعني المعدنوس خصو يكون هو اخر مرحله. بعد ما تعملوا المعدنوس ما تردوش فوق بوطه باش كتبقى ديك الطيبه ديال المعدنوس وفي نفس الوقت كيجي مزيون. غادي ندوز نحضر العجينه. انا هنايا عملت جوج كيسان كبارين ديال الماء دافيانين. هاد العجينه عاديه بالنسبه بحال العجينه ديال هذيك العجينه اللي كنقولوا حنا 10 دقائق. عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال الخميره د الخبز، عندي واحد معلقه كبيره ديال السكر، عندي واحد جوج معالق كبارين ديال الحليب غبره، الحليب نيدو. وهنايا انا عندي جوج كيسان ديال الطحين، نفس الكاس اللي انا عبرت به الماء هو نفسه عبرت به جوج كيسان ديال الطحين. غادي نضيفهم على ديك الشيء اللي انا عملت في الاول، وغادي نخلط كل شيء وغادي نخليه واحد 10 دقائق يتفاعلوا مع بعضياتهم. بالنسبه للعجينه، انا قلت لكم هنا انا عامله العجينه مختلفه. هو هاد الشامبوري كيكون فقط بالعجينه عاديه، ولكن انا عملته بالعجينه ديال 10 دقائق. هنا انا قلت لكم العجينه كنخليها هنايا حيت تما عندي البلاصه ديال الحراره كطلع لي من تما، يعني باش منها تخمري العجينه منها كلشي. يعني هذيك البلاصه تما عندي شوفوا. صافي هنايا بعد ما دازت 10 دقائق انا كنخلط ديك الخليط مزيان. شفتو كيرجع بحال لي كريمي وتفاعلت الخميره مع ديك الطحين. هنايا انا عندي 3 ديال الكيسان ديال الطحين مغربلين، نفس الكاس عبرت به 3 د الكيسان. غادي نضيفو على ديك الخليط ما ضفت النص، ومن بعد غادي نضيف. هنا نخلطو فقط. انا عملت شويه الملحه، دائما الملحه كنخليها هي الاخريه باش ما كتقتليش الخميره. وعندي هنايا واحد 4 كاس ديال الزيت بالنسبه عادي، بغيتو تعملوا زيت زيتون عملوه. انا قلت لكم هاد العجينه تقريبا يعني بزاف اللي كيعرفوها. هنايا غادي نكمل على ديك الطحين اللي كان باقي عندي، وغادي نخلط مزيان. من بعد خويتها فوق سطح العمل وزدت جمعتها بيدي، ماشي كندلكها ولكن فقط باش يدخل لي ديك الطحين فيها. هي كتبقى مرخوفه العجينه، يعني اصلا نتوما كتشوفوها كتجي مرخوفه. صافي هنايا غادي نعمل عملت شويه ديال الطحين في الارض ولويتها هي مزيان بديك الطحين، وغادي نبدا نقطعهم مكورات تقريبا قد البيضه. يعني يكونوا صغار، ما يكونش على حسب المقله اللي نتوما غادي طيبون فيه، حيت انا غادي نطيبهم في المقله. انا هنايا قطعتهم صغارين ماشي كبارين على حسب ما عنديش المقله كبيره بزاف. وغادي نبقى نقطع ديك العجينه كامله. الا لاحظتوا هنايا انا عملت بزاف لان انا كنعملو كنخليه ما كنقسمو كنخليه في الثلج. صافي هنايا جبت واحد الصينيه عملت فيها شويه ديال الطحين حيت العجينه كتكون كتلصق حيت خفيفه، وكنبقى نكورهم بحال اللي كنكوروا العجينه عاديه. يعني كنبقى نجمعهم عند بعضياتهم، فقط انا مخفه الفيديو. يعني بحال كنجمعوا العجينات عاديه كنكوروهم مع بعضياتهم. وهنايا هادشي اللي خرجت لي. بعد ما خرجت لي هادشي كامل انا عملتهم في الصينيه ودردرت فوق منهم شويه ديال الطحين وغطيتهم بابي سوفيليز. ما غاديش نخليهم يخمروا لانه هو اصلا دغيا كيخمر. مجرد غادي نساليهم. انا هناك الخليط كان عندي براد في مره، خصو يكون بارد نهائيا.
غادي نبدا نعمل الطحين. من الاحسن ما تعملوش الطحين بزاف، واخا تبقى العجينه كتلصق لكم في ديك المطلق ما تعملوش الطحين بزاف. انا كنعمل ولكن ماشي بزاف، حيت ما خصناش تبقى العجينه تكون فيها الطحين بزاف. وكنبقى نطلقها المطلق. لاحظتوا انا كنطلقها غير بشويه، علاش؟ لان هي كتلصق لي في المطلق، وفي نفس الوقت انا ما خصنيش نعمل لها الطحين بزاف. وانا كنستمر بهذا. ما خصناش يكونوا غلاطين وما يكونوش رقاق. من الاحسن ما تخليهمش غلاطين بزاف، لان العجينه فيها الخميره. الا خليتهم غلاطين غتجيكم العجينه غليطه. الاحسن يكونوا رقاقين. شفتوا السمك ديالها يعني رقيقه. هنا انا حيت نفوق منها الطحين في مره، ومن تحت منها عاد غنعمل ديك الحشوه. هنا نقول لكم الحشوه كانت عندي بارده نهائيا باش ما تخسر ليش العجينه. كنعمل القدر اللي شحال ما بغيتو نتوما. انا يعني هنايا عملت بزاف، يعني كتعجبني تكون معمره بديك الخليط. وغادي نعمل بحال شكل ديال السوشون، يعني غنقلبهم عند بعضياتهم وغنغطيهم. بالنسبه هنايا للطريقه كتختلف، اللي بغى يعمل شي طريقه اخرى يقدر يعملها. كتبقى غير الفكره، ولكن الطريقه ديال انكم كيفاش تعدلوهم اللي بغى يعدلها. والعجينه كتجي مزيونه بزاف. هاد العجينه يمكن لكم تعمروا بها اي حاجه بغيتوها، ويمكن لكم تعملوها سواء في الفران، ولكن هاد الشامبوري كيطيبوا في المقله احسن. صافي هنايا غادي نشدهم من الحواشي بالصباع ديالي، وغادي نبقى نبسطها بيدي. يعني شفتوا هي كتبان رقيقه لدرجه انا البطاطا كتبان من داخل، وكنشدها من الجناب باش ما ترجعش تفتح لي ملي يكون كان طيبه. صافي غادي نجيب واحد الصينيه غنفرش فيها شي منديل ولا شي سربيته، وغادي ننزلو. من الاحسن لان انا قلت لكم العجينه كتلصق، من الاحسن ما تنزلوهاش فوق الارض، فوق اللورنيه ولا شي حاجه، حيتاش كتلصق. صافي فيما كنبغي نطلق كنعمل شويه ديال الطحين. وانا يعني الطحين الا عملناه بزاف انا قلت لكم غادي يبقاو لنا فيهم الطحين، وانتم غادي تشوفوا الطريقه ديال الطياب ما خصناش تكون فيهم الطحين بزاف. وبالنسبه لهادو نصيحه مني، من الاحسن يكونوا جوج الناس كيعدلوهم. يعني هما في المعاونه كتجي احسن، واحد كيعدل وواحد كيطيب، باش ما كتغلبوش، لان العجينه كتخمر. حيت انا عامله العجينه فيها الخميره. الا بغيتو تعملوا العجينه عاديه كتكون فقط فيها زيت زيتون، شويه زيت زيتون، شويه الملحه، وشويه ديال السكر والطحين فقط والماء. كتعجنوها عاديه وكتعملوها نفس الطريقه، غير شنو ما كيجيوش بحال هكذا كتجي العجينه منفوشه واحد شويه. بهاد العجينه هذه انا هنايا كنت بوحديتي، اما انا نورمال كنعدلهم انا والراجل ديالي، ولكن كنت بوحديتي وكنت بغيتهم وعدلتهم بوحديتي. وقلت علاش لا ما نصورهم لكم شي ونشاركهم معكم. وبالنسبه يمكن لكم بحال اللي قلت لكم بالنسبه للحشو يمكن لكم تعملوها بالجبن البيض. الجبن البيض كتقطعوا معاها البصله الا كاينه البصله الخضاريه اللي كنقولوا الحاله الخضاريه والمعدنوس، وتعملوا فيه شويه ديال السودانيه مع ديك الجبن البيض وتخلطوه وتعملوا حشوه حتى هو بدا كيجي مزيون. يمكن لكم تعملوهم بالصبانيغ، ولكن الصبانيغ ملي طيبوهم يمكن خصكم تصفيوهم نهائيا من الماء باش ما كتخسر لكمش العجينه. بالحق في كل هاد الحشوات بالبطاطا كتجي حسن، وملي كتسخن كتجي حسن وحسن. ملي كتكون باقا سخونه اولا ملي تبغيو تاكلوها تسخنوها كتجي مزيونه بزاف. انا هنايا بحال اللي قلت لكم كنحتفظ بهم، وملي كنبغيهم كنخرجهم وكنسخنهم. هنايا انا جبت هاد البوطه اللي هي صغيره قدامي باش تجيني سهله. انا قلت لكم حيت بوحديتي انا كنطلق وانا كنطيب، بوطه اخرى غادي تجيني بعيده شويه. وهنايا انا جبت هاد المقله، جبت البوطه بحال اللي قلت لكم صغيره وعملتها حدايا وعملت فيها مقله. شفتوا المقله كانت عندي سخونه، عملت فيها شويه ديال الزبده، هذيك الزبده ديال الطياب. يمكن لكم تعملوا الزيت ويمكن لكم تعملوا الزبده اللي بغيتو. انا هنايا عندي هاد الزبده ديال الطياب. فيما كنبغي نقلبها بحال اللي كنطيبوا الرغايف، عاوتاني انا بغيت نقلبهم عملت فوق منهم شويه ديال الزبده وغادي نقلبهم نورمال هكذا. خصهم يطيبوا، ما طيبوهمش فقط بوحديتهم ناشفين، خصهم يطيبوهم نتوما كدهنوهم بالزبده اولا الزيت، وماشي بزاف. يعني نتوما كتعملوا نتوما بحال اللي كندهنوا الرغايف نفس الطريقه ديال الطياب ديال الرغايف. هنا جبت واحد الطوسيل عملت فيه بابيل د الكوزينه، وعملت فوق منهم باش يشرب لي ديك الا فيهم شي زيت ولا شي حاجه، ما كتكونش كيكونوا ناشفين. وغادي نستمر بنفس الطريقه. انا كنعمل الزبده فيما كنبغي كنعمل الزبده وكنرجع نعملهم. ملي كنبغي نقلبهم عاوتاني كنعمل الزبده وكنقلبهم، وانا كنطلق داكشي اللي باقي عندي. بحال اللي قلت لكم هنايا يعني كان عندي بزاف وانا بوحديتي خدمت بهذه الطريقه. يعني انا كنعمل وانا كنطيب، حيتاش العجينه ما خصنيش تخمر لي بزاف، وهي في نفس الوقت العجينه راه ملي كتخمر راه كتجي مزيونه، ماشي كتجي ماشي مزيانه، غير شنو كتغلب. انا قطعت معكم وحده انا قلت لكم كتجي ناشفه بزاف، وملي كيكونوا باقيين سخونين كيجيو مزيونين بزاف. يعني ديك البطاطا كتكون دايبه فوق من وسط منهم وهذه. وملي تبغوا تاكلوهم يعني كطريقه ديال التقديم انا كناكلهم مع اللبن، كيجيو مزيونين بزاف. بغيتو تعملوا مع اتاي ولا شي حاجه يمكن لكم تعملوهم.
صافي غادي نستمر بهذه الطريقه نكمل العدد اللي عندي كامل. انا هنايا حاولت نخلي بزاف لان كنطلقهم وانا كنعملهم الحشو باش توصل الفكره. صافي هنايا شفتوا ما شاء الله كيجيو محمرين اصلا، حيت بما اننا كنعملوهم الزبده كيجيو محمرين، وراه ملي كتكونوا كطيبوا بحال كيتنفخوا من داخل حيت العجينه منفوشه. صافي كنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل كلشي. صافي هنايا تقريبا انا كملت كلشي وما شاء الله خرج لي بزاف. انا عملت ما بيناتهم الورق ديال المطبخ فقط باش ما يعرقوليش، وكنخليهم حتى كيبردوا مزيان. ديك الساعات كنعملهم في بلاستيكات وكنحطها في بهم في الثلج. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا، وكنتمنى بحال اللي كنقول لكم دائما نكون انا خفيفه وظريفه على قلوبكم. بسلامه، نتلاقاو ان شاء الله ربي شي فيديو جاي. بصحتكم، بسلامه.